السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة فيديو جديد وهنعمل مع بعض سمك مقلي بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، وجنبيه شوية رز صيادية كده، انما هتاكلوا صوابعكم وراه. تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف عملنا الكلام ده ازاي. بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك دلوقتي حالا ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا كيلو من سمك اسمه سمك باغا، احنا بنقول عليه كده. السمك ده سمكية كبيرة وحلوة، في منها احجام، في اصغر من كده وفي اكبر من كده، بس دي الوسط حلوة. كان الكيلو منها عامل 100 جنيه. جبت كيلو وهنعرف مع بعض هننضفه ازاي، وبعد كده هنشوف الخلطة بتاعتها اللي احنا هنتون بيها السمك، ونشوف مع بعض واحدة واحدة هنعمل ايه. هنا معايا بقطع ديل السمكية من تحت، وكل الزعانف اللي موجودة فيها انا بقصها بالمقص، وبعد كده بفتح بطنها وبشيل الراس بتاعتها بالمقص زي ما انتم شايفين، عشان نعرف نغسلها كويس ونشيل الخياشيم بتاعتها وبطنها وتبقى نظيفة جدا، ونغسلها براحتنا خالص. تابعوا معايا الفيديو، بس يا ريت نضغط لايك دلوقتي حالا. اللي ما حطش لايك يحط لايك يا جماعة، عشان اللايك ده اللي بيكبر القناة وبيخلي الفيديوهات بتاعتي توصل لأكبر عدد من المتابعين. اضغطوا لايك يا حبايب قلبي عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بعد ما طلعت الحاجات اللي في بطنها بغسلها كويس قوي تحت الحنفية زي ما انتم شايفين. الحنفية بتكون شديدة وبطلع كل اللي فيها عشان تبقى نظيفة كويس قوي. وبعد كده انا غسلتهم، هنضفهم كلهم، وبعد كده انا غسلتهم بدقيق ذرة من عندي، وبعد كده بقى ايه اشطفهم شطفة اخيرة واعصر عليهم الليمون. تعالوا ما نشوف هنتبلهم ازاي يا جماعة. نصلي على النبي في الكومنتات. هنا انا معايا ليمونتين زي ما انتم شايفين حجمهم وسط، وانا بعصر عليهم الليمون. والكيسة اللي انتم شايفينها دي فيها الدقة بتاعة السمك، عبارة عن ايه؟ لان انا كانت عندي وعيناها في الفريزر. عبارة عن فلفل وتوم وشوية ملح وبهارات سمك وشوية كمون. عبارة عن فلفل اخضر وتوم مدقوق، طبعا كل ده مدقاه في الهون، وشوية ملح وبهارات سمك وشوية كمون. بروح حطاهم زي ما انتم شايفين كده على السمك، وبفضل اقلب فيه كويس قوي. وهركنهم بقى ايه تلت ساعة نص ساعة على حسب، انا سبتهم نص ساعة. معايا هنا كوباية من الرز المنقوع، هسيبه اغسله كويس قوي واسيبه يتنقع برضو ربع ساعة ولا حاجة. هنا طبق السلطة الجميل اللي احنا هنعمله. معايا ليه خيارية، قرن فلفل، ليمونية، حبيتين من الطماطم. اهم حاجة نعمل اشتراك، للي ما اشتركش في القناة دلوقتي يعمل اشتراك يا جماعة. يلا بينا نشوف هنعمل الرز ازاي. جبت البصلايه اللي انتوا كنتوا شايفينها، وبعدين فضلت اقطعها صغير، وبعد كده احط عليها شويه من الزيت ومعلقه سمنه، وهفضل اقلب فيها لحد ما البصل يصفر خالص معايا. تابعوا معايا الفيديو. البصل احمر اهوت، وبعد كده بقى ايه هنزل عليه بكوبايه من الميه، معيار كوبايه الرز كوبايه ميه، وهغطي بقى خالص لحد ما يغلي براحته. وبعد كده بقى ايه هحط نص معلقه ملح وربع معلقه كمون. في الخطوه دي هنزل بالرز وهو بيغلي، وبعد كده كده خلصت. وبعد كده بقى ايه اقلبه كويس قوي، واروح مغطيه عليه لحد ما يشرب الميه دي كلها.
يعني الرز هيشرب معايا المية، وبعد كده بقى ايه اوطي عليه خالص خالص. هنا بقى ايه هقلي السمك معاكم، بس انا هعدل الحلل بس عشان التصوير. هنقل الرز في العين التانية واوطي عليه، وبعد كده بقى ايه اجيب الطاسة هنا عشان نقلي السمك. السمك اول حاجة بنعفره بدقيق كويس قوي زي ما انتم شايفين. بعد ما خلاص قعد في التتبيلة نص ساعة، هنزله بقى هنا ايه في الدقيق ده. انا حطيت عليه معلقة نشا عشان السمك يطلع معاكم قرمش ولونه ذهبي مصفر جميل كده. هنا بقى ايه هقلبه، يعني هسيبه على الوش ده 5 دقايق، وبعد كده بقى ايه هقلبه على الوش التاني برضو 5 دقايق على نار متوسطة. انا حطيت شريحتين الليمون، دي بتفرق قوي في قلية السمك في الشقة. ما بيطلعش ريحة سمك خالص يا جماعة لما تحطوا قشر الليمون اللي احنا عصرناه على السمك. بدنه يفضل ريحة الشقة حلوة، ما تشموش ريحة سمك ولا زفار السمك وانتوا بتقلوا السمك. جربوها وان شاء الله هتدعولي. هنا خلاص بقى كنت بقلبه على الوش التاني عشان ياخد اللون الذهبي الاصفر الجميل ده. وبعد كده بقى ايه هطلع السمك خلاص كده استوى 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب ده. هنا بقى كان استوى معايا خالص اهوت، وكمان كان مقرمش وحلو. ده معلقة النشا اللي احنا حطيناها هي بتفرق قوي في السمك، وبتفرق في اي حاجة مقلية عامة يعني. خلصتهم وهحط بقى الكمية التانية واعمل عبال ما الكمية التانية تحمر وتستوي معايا السمك. هكون عملت السلطة، قطعت الخيار وقطعت الطماطم وقطعت الفلفل زي ما انتم شايفين، وبعدين عصرت عليها نص ليمونة وشوية ملح وشوية كمون، وهقلبهم كويس قوي في بعض. وكده السلطة الخضراء بتاعتنا الجميلة جاهزة معايا. عبيتهم زي ما انتم شايفين في طبقين، وهنيجي مع بعض نقدم الاكل بتاعنا. هنا بقى كنت خلاص خلصت السمك، كمية السمك اللي عندي. وبعد كده بقى ايه هعبي الرز يا جماعة هتلاقوه مفلفل جدا، لانه انا سبت المية تغلي براحتها، وبعد كده حطيت الرز، وبعد كده بقى ايه وطيت غلي غلوة وسبته براحته خالص يستوي على نار هادية في العين التانية. فانا كده هوت الرز مفلفل معايا ولونه تحفة، وطعمه بجد اجمل 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 رز هتدوقوه في حياتكم. الرز الصيادية ده جميل، ما ينفعش ناكل السمك من غير الرز ده. انا بعرفش اكله باي رز تاني. اشوفكم بكرة على خير في فيديو جديد.